السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما نبدأ بالصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. كي دايرين أحبابي؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أتم الصحة والعافية، واشركم مباركة باش ما كتمناو يا ربي، ويدخل عليكم هاد شهر شعبان ورمضان بالصحة والسلامة والأرزاق يا رب. في الوصفة ديال اليوم غنقدم لكم مخمر بالبصلة الخضارية والشحمة، كيجي رائع وكنرافقوه مع الحريرة لشهر رمضان المبارك ان شاء الله، وكيعطي كمية كتيرة. هاد العجينة اللي غنعجن معاكم اليوم راه كتعطيكم تبارك الله كمية وفيرة. يلا ندوزو المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. عندنا هنا الدقيق، عندي كيلو الا ربع ديال الدقيق ديال الفورص، وعندي رابعة ديال دقيق الفينو، وعندي قبصة ديال الملح، 8 ملعقة صغيرة ديال الملح، كيبقى الملح على حسب الذوق، ملعقة كبيرة ديال خميرة الفورية، وملعقة ديال سكر سنيدة، وخمارة بوزن 8 غرام، والماء دافئ. اما بالنسبه للحشو كنحتاج كيلو ديال البصله خضاريه وقزبر ومعدنوس مشلضين، وتقريبا واحد 100 غرام ديال الشحمه حتى هي طحنتها في الهاشوار باش ما تبقاش باينه كحبوب معاكم في الحشوه. وبالنسبه للعطريه درت العطريه كامله 8 ملعقه صغيره من العطريه كامله، سكينجبير، فلفله حمراء، الابزار، الخرقوم، شويش ديال السودانيه، والملح بطبيعه الحال. هنا درت العجينة، خلطت داك الفينو والفورص، وضفت في الوسط خميرة الفورية والسكر، وضفت الملح، وضفت الخمارة بوزن 8 غرام، وبديت كنجمع العجين. هنا درت كمية كتيرة ديال الدقيق، والقصرية عندي صغيرة فما كفاتنيش، مع ذلك حاولت انني نكمل العجين فيها. صافي هنايا غنجمع العجين ديالي حتى غنحصل على عجين اللي كتكون طرية، ما كتكونش قاصحة، وما كتكونش مرخوفة بزاف، ما بين وبين على هذا الشكل هذا. بعد ما عجناها غنديرو عليها بلاستيكه وغنخليوها غير واحد لخمسة دقائق، حيت فيها الخميره ما خصناش نتعطلوا عليها. صافي غندوز الحشوه. هنايا غنخلط الكل، كبيت داك العطريه كامله اللي قلت معاكم، وخلطتها مع الشحمه والربيع والبصله الخضاريه حتى هي طحنتها في الهاشوار، يمكن لكم تشلضوها الا بغيتو. صافي غنضيفها فوق النار هنا حتى تتشحر معنا العناصر كامله، وكنطفيو عليها البوطه ونخليوها تبرد. هنا مباشره من بعد 5 دقائق دغيا العجينه بدات كترخى. صافي كنحاول انني نديريها قريصات صغار على هذا الشكل هذا، نحاول انني نكمل الكميه ديال العجين كامله على شكل قريصات صغار. كيف ما سبق لي قلت لكم راه كتعطينا كميه كثيره ديال المخمر. بامكانكم هنا تبدعوا وتشكلوا، يمكن لكم ما ديروهش كله مخمر في المقله، بامكانكم النص ديروه في المقله والنص في الفران، وتزيدوا على داك الحشوه مثلا الطون اولا الشعريه الصينيه ديال الروز، لكم الاختيار، وشويه د الهريسه، وكتعمروهم وكديروهم كشكل مربع، وديروا فيهم زيتونه من الفوق مع الفرomاج، وتخشيوهم في الفران حتى هما كيجيو رائعين. انا فضلت انني نديرها كميه كامله مخمر في المقله على هذا الشكل هذا. كناخذ كل كموسه وكنحاول انني نسرحها شي شويه فوق سطح العمل، ونبدا ندير فيها الحشوه ديالي، ونبدا نجمع الجوانب ديال العجين على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا معايا في الصوره. نحاول انني نخدم معكم وحده اخرى، وكنحاول نجمع داك الجوانب على هذا الشكل هذا. طريقه جد سهله، بلا ما كتعمروها على شكل مسمن، هكا كتجي زوينه، وحتى الحشوه كتبان معنا من الوسط. اما بالنسبه لداك الزيت اللي كندهن به، خديت ثمن تقريبا واحد نصف كاس ديال الزيت، وضفت عليه ملعقه صغيره ديال بابريكا اولا فلفله حمراء، باش مي غنبغيو والمخمرات ديالنا كندهنو دهنه خفيفه بداك الزيت باش كيعطينا داك اللون في المخمرات، وكنخبزوهم. صافي انا غنستمر على هاد الطريقه هذه حتى غنعمر المخمرات كاملين. انا هنايا ساليت التعمار ديالهم مباشره، ما كتخليوهمش يرتاحوا حيت فيهم الخميره. سخنت المقله وبديت نقرص كل مخمره على حساب الحجم اللي بغيتو، واش رقاقين ولا متوسطين. انا هنا خليتهم ما بين وبين، خليتهم متوسطين، وبديت كنخبز المخمرات ديالي على هذا الشكل هذا حتى غنسالي الكميه ديال الخبيز المخمر كامل.
وغنوريكم الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجيو. من بعد ما ساليت الخبيز كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو رائعين وكيجيو لذاذين. بالنسبه للناس اللي كيبغيو الحار انا درت فيهم الحار، بغيتو ديروا الحار بغيتو تستغناو عليه لكم الاختيار. كانت هذه هي الوصفه ديالي اللي حضرت معكم، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتكون عند حسن الظن ديالكم. بالنسبه للناس اللي اول مره غيشاهدوا قناتي وقناتكم مطبخ اسماء للمبتدئات، يضغطوا على زر الاشتراك ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل ما هو جديد. الى وصفات اخرى ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.